النيابة العامة قامت بتفريغ كل السيديهات المقدمة في محاضر تفريغ مرفقة بالأوراق مثبت فيها كل ما تم مشاهدته مقطع وتاريخ وسئل مقدمي تلك الاسطوانات عن تاريخ تحميل تلك المقاطع على وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنت، وكل هذه المقاطع تمت يوم 4 12 و5. من الشعب المصري بتلاقي حضرتك انه سرق المجتمع المصري وقتل ابنائه ويقول لك اثبت بالدليل. عشان كده تعلمنا من الدرس في الجلسات والمحاكمات السابقه بعض المدعين بالحقوق المدنيه لابد ان يثبت انهم يمثلون من هم من المبني عليهم فعلا، لان البعض يدس فيما بيننا وهذا درس تعلمناه. هذه واحده. ما عندناش تصريحات اللي معاك وكيل عشان كده. ثانيا احنا هنختار يا فندم، احنا هنختار مجموعه من المبني عليه حتى لا نثقل على المحكمه. هنقعد مع زمايلنا نقدم للمحكمه كشف لاسماء مجموعه من المبني عليهم حتى يمثلون امام المحكمه كشهود اثبات. لو سمحت اتمنى ان اكون قادرا على الاستغناء عما سوف اقول، لكن ضرورات المهنه تملي على الانسان أن يمارس ما كان يتمنى أن لا يمارس. أنا أبدأ الكلام بإثبات أنني حاضر مع الدكتور محمد مرسي عيسى العياط موكلا منه في إبداء دفاع قانوني متعلق بولاية الهيئة الموقرة دون غير هذه المسألة من مسائل الدعوة. هذا سيتولاه من يقرر الدكتور محمد مرسي أن يتولاه. أما أنا فقط يوكل حد ثاني طبعا كسائر المتهمين، لكن هو وكلني أنا في المسألة القانونية فقط التي ضمن أنني أستطيع أن أكون خادما للمحكمة الموقرة في إبدائها. وما تم في جلسة اليوم من فضل الأحراز هو أول الأشياء التي تأذن لي الهيئة الموقرة من كلام